جيت اعمل الاكل يا جماعه ما لقيتش عندي سمنه، فانا بصراحه ما بشيلش هم حاجه زي كده، لاني على طول كده زي ما هوريكم دلوقتي على طول بحوش القشطه البلدي. القشطه البلدي، القشطه اللي احنا بنشيلها من على وش اللبن. فانا هعمل ايه دلوقتي؟ طبعا كنت حطاها في الفريزر وبتتجمد، طلعتها خرجتها بره كده حوالي نص ساعه، مجرد بس ان هي ايه، بصوا يعني مجرد ان هي اما احطها في العجان او تحطيها في الخلاط تلاقي الايه مشيت. فاهميني؟ يعني ايه مشيت يا سمسمه؟ يعني بتتضرب انما مش كتله تلج، يعني فكت من التلج سنه انما ما فكتش خالص. تمام. دلوقتي هعمل ايه؟ هطلع العجان من الصندوق بتاعه وهحط فيه القشطه، وبعد كده هقول لكم هنعمل ايه. طبعا اللي سالوني على العجان ده، العجان ده نيكاي، ماركه نيكاي، عشان كل اللي شافني في الفيديوهات بتاعتي وانا بعمل المعجنات والقراقيش والحاجات الحلوه دي كلها قال لي نوع العجان بتاعك ايه؟ فهو يا جماعه نيكاي. معرفش بقى ده موجود في مصر ولا اللي سالت اصلا كانت في انهي بلد، فباذن الله تلاقيه. يعني هو كويس شغال، بس طبعا في حاجات احسن منه وفي حاجات اقل منه. تمام. فانا هطلع دلوقتي العجان. طبعا انا ما بشيلهاش غير وهي طبعا نظيفه ومغسوله وكل ده. تمام. فهعمل ايه دلوقتي بقى؟ هبتدي ان انا احط فيها القشطه. انا بضرب القشطه بالكف ده يا جماعه. اقول لكم ليه بالكف ده؟ علشان القشطه الفلاحين الحبايبنا اللي احنا منهم ما بيضربوش القشطه كانوا لا في عجان ولا في مكنه ولا في اي حاجه، كانوا بيضربوها بايديهم. فده بديل كف الايد بتاع الست الجميله الشاطره الريفيه. هنبتدي تركبه كده. بسم الله بسم الله بسم الله. تمام. اهو زي ما بقول لكم الحله بتاعته نظيفه وجميله وزي الفل اهي. بس مجرد ان احنا ننشفها بس لو فيها اي ميه او اي حاجه. بصوا بقى القشطه ايه. بسم الله ما شاء الله، ده نزلت اهي بكل سهوله. اهم حاجه يا جماعه القشطه بتاعتنا ما تكونش سايحه خالص، يعني تكون شبه مجمده، مجرد بس ان هي تفك كده او تلف كده في العجين. تمام اهو. بصوا اهي. بس نبتدي بقى ان احنا نركبها كده بكل سهوله. طبعا عشان كانت جايه من السعوديه، وانتوا عارفين طبعا ان الفيش السعوديه بتبقى فيشه ثلاثيه، فمش هينفع طبعا ان انا احطها في الكهرباء هنا بتاعت مصر، فاشتريت لها الفيشه دي هنا يا جماعه بتبقى نحاس. نوع الفيشه نحاس، كل حاجه فيها جوه نحاس، وطبعا البلاستيك بتاعها بيبقى من النوع اللي يقولك اجود انواع البلاستيك. هي بتبقى غاليه عموما يعني، فما تسترخصوش في حاجه زي كده، لاني جبت كذا واحده زيها وساحت، البلاستيك اللي بره ده ساح. فهنقول كده بسم الله الرحمن الرحيم. نحطها هنا كده. بس وننزلها ونبتدي نضربها. هقول لكم حاجه بقى، انا لما بضرب القشطه دايما بتطرطش عليه. فاحلى حاجه في العجانه ديت ان ليها غطا بيتحط كده بيمنع
اي طرطشه عليكي، وفي نفس الوقت لو عايزه تضيفي اي حاجه تاني بتضيفيها من هنا. وطبعا دي يعني حاجه كده من حاجات العجانات الحلوه ومميزات مميزات العجانات الحلوه. فيلا بسم الله. كده نزلت قوي خلاص كده تمام. نشغلها بقى بالراحه، بصوا بالراحه مش جامد، بالراحه مش جامد، في الاول بالراحه وفي الاخر ايه نضرب جامد، مجرد ان اللبن يفصل عن الزبده. بصوا اهي، نفضل ايه نضرب فيها كده لغايه لما القشطه تفصل. بصوا انا كده يعتبر خلصت. طبعا تعالوا اوريها لكم هنا كده. بصوا يا جماعه، هي كده فصلت، كده فصلت. هبتدي طبعا ان انا انزل الزبده بقى اللي على الكف بالشكل ده كده. افكها خالص. وبعدين اخدها بالشكل ده كده. بصوا يا جماعه فصلت ازاي، مجرد كده ما اجيبها في الجنب بلاقي الحليب بتاعها نزل منها والزبده بقت لوحدها بالشكل ده كده. هوضح لكم كده بعد ما عملتها زبده اهو. بسم الله ما شاء الله، شايفين الزبده اهي. بصوا تحفه جدا يعني مش عايزاكي اي حاجه توقفك كده وانت بتعملي اي حاجه في المطبخ. ما لقيتيش سمنه، لا مش هعمل الاكل، اركنوا الاكل. ما لقيتيش مش عارفه ايه، مش هعمل، لا شغلي عقلك ومشي حالك. الدنيا عايزه كده، الدنيا عايزه الست الحركه اللي تبقى قد المسؤوليه، اللي تعمل من الفسيخ شربات. اخدين بالكم. طبعا هنكمل الفيديو بقى عند بلبله عشان هنزل دلوقتي. هي بعتاني اجيب هتشوفوا في الفيديو عشان ما نحرقش الفيديو. وباذن الله الفيديوهات اللي جايه تبقى حلوه جدا جدا. والنهارده كده يعني اعتبروا الفيديو كده حاجه خفيفه وحلوه وجميله وزي الفل. يلا بينا بقى نروح لبلبله. بس قبل ما نروح طبعا هعمل الاكل وهغسل المواعين وبس خلاص. يلا استناكوا بقى، استناكوا ايه، استنوني رايحين لبلبله. كملوا الفيديو للاخر وان شاء الله يبقى خير. اخيرا عايزه اقول لكم كنت قربت والله ان انا انسى اليوتيوب خالص، بس عشان خاطر حبايبنا العزاز قوي على قلبنا قررت ان انا ارجع تاني اليوتيوب. تمام، واتمنى كده تكون كده رجعت خير وحب. تمام. بصوا يا جماعه انا لسه جايه عند ماما. طبعا مش غريبه يعني، تحسوا كده ان الفيديو كده مش هيبقى يعني هو مش حكايه هو بس هي احداثنا الحمد لله احداث بسيطه. ماما بتضحك. هو مش حكايه هو بصراحه. هي احداثنا، هي حياتنا البسيطه الجميله اللي الناس كلها حبانا عشانها. وطبيعي طبعا العيش، وفي طبعا اخبار حلوه قوي ليكم باذن الله كده. اتمنى تعجبكم. وانا يعني قلت لما ارجع كده لليوتيوب ارجع كده وانا ايدي مليانه، وزي ما بيقولوا كده نغيب غيبتنا ونرجع بهيبتنا. ماما الحقيني. الحقيني يا ماما، الحقيني يا ماما، الحقيني يا ماما. مش عارفه انا نسيت اصلا الفيديوهات ونسيت الدنيا. ارجعي يا بنتي، ارجعي لاصلك يا بنتي، ارجعي والله ده بيتي. قولي ارجعي بيتك ارجعي الاصلي، اهلك، بيتك الاولاني.
واصحابك ومتابعينك الجمال. والله وحشتونا، والله وحشتونا قوي. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، ويا رب جمعة كريمة وجمعة مباركة يا رب عليكم النهاردة، يا رب يا رب امين. تكونوا كده في خير وسعادة وهنا يا رب دايما. امين. ويسعدكم جميعا يا حبايب قلبي. انتوا كمان وحشتوني والله يا اهل اليوتيوب، يا جمال، يا متابعين، يا فنزات، يا امارات، وحشنا جدا جدا والله. اننا عند ماما، فطبعا هي كانت مدياني كده شويه عبايات جديده جميله كده، انا لقيتها بصراحه عندها ما بتلبسهاش. قلت لها يا ماما طب ايه اللي يخليكي تركنيها؟ هاتيها. هي طبعا ما بتلبسهاش عشان طويله عليها. فقلت لها ايه، ما ناخدها نوديها للترزي يقصرها لك ويظبطها لك ويخليها لك زي الفل، وبعد كده البسيها. والله الجلابيات حلوه جدا جدا، بما اننا كده ده احنا كده في الخريف، ده احنا داخلين خلاص على الشتاء، فالجلابيات جديده والله زي ما هي. فخدتها طبعا وديتها للترزي. قلت لي في حول العمر ان شاء الله. يا انت بتحرقي ليه الفيديو من اوله؟ اسكتي. عملتها لها. وبصراحه الترزي اللي عندي ترزي محترم جدا جدا، خدهم وتناهم وقصرهم. الله يبارك لك. وكمان كواهم لها، واخدين بالكم؟ فحاجه كده جميله. بصي كده يا ماما على الجلاليب. فليه بقول كده؟ عشان الواحد لما بيعمل حاجه بينجز، بيحس ان ايه عمل حاجه، انجز شيء. لما بتعمل حاجه تحس ان انت انجزتي. صحيح. حاجه مركونه. استنوا بس ايوه هو الطول ده. ايوه شال الزياده وفي نفس الوقت ايه الغرزه النظيفه. وممكن يكون تلاقيه سرفلها لك كمان وبيسرفلها. ايوه مسرفلها. ايوه لا هو نظيف جدا جدا. ايده بجد. والجلاليب التانية برضو كلهم يعني بصي كلهم حلوين وبصراحه. الترزي دوت لما اديته الجلابيه يتنيها تنا التانية فوق التانية، واخده بالك؟ ما قصش ولا ظبط. ما قصش. ده يقول عليه ترزي نظيف وده ترزي مش نظيف. وما عملهاش بقى، وعاملها سرفله على فكره. بس هي بقت تقيله، تحسي التانية. هتلاقيك انتي قلتي له ما تقصش. لا ما قلتش والله، انا قلت له المقاس ده تنا بقى ده على ده. لا ده بقى ده ترزي. ده ترزي نظيف. ده نظيف. الله يبارك لك يا محمد. يقول لك مش هينفع، والحاجه اللي هي مش هتنفع يقول لك لا مش هتنفع. الله يبارك لك يا سماح. ما هو بصراحه لو يعمل شغل نظيف لا اما ما يعملش خالص. يقول لك كده انا اللي اعمل شغل نظيف لا ما اعملش خالص. صح. وان شاء الله هو ده الترزي الشاطر النظيف اللي عنده ضمير. بس كده، ومش خساره بصراحه في الفلوس. الله يبارك لك ويبارك له.